أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات الأصدقاء والصديقات في هذا الفيديو جديد. بالأمس كنا جميعا مع واحد الفرحة كبيرة اللي هداها لنا المنتخب الوطني المغربي بفوزه التاريخي ضد المنتخب الإسباني. وكانوا مجموعه ديال الاخوان اللي اتصلوا بيا باش ندير واحد الفيديو، ولكن انا افضل دائما باش ندير لي فيديو ديالي، يعني من الاحسن ما نديرش فيديو مباشره، لحقاش كتكون مجموعه من الاحاسيس والمشاعر، كيكون بنادم باقي سخون وباقي هادي، ربما ما كتكونش المسائل محسوبه مزيان. وتبعت، وفي نفس الوقت كان عندي الوقت باش نتبع كل التدخلات وكل التغطيات ديال مجموعه القنوات ومجموعه ديال الصفحات عبر الفيسبوك وعبر تويتر، عبر الانستغرام، عبر القنوات الفضائيه. فاولا اليوم ربما غادي تكون شويه واحد حلقه شويه طويله، واحد شويه ماشي كثير ولكن واحد شي شويه، نظرا للاهميه ديال هاد المناسبه الكبيره والكبيره جدا. في الاول كنبغي نتوجه بالتهنئه لجميع الشعب المغربي بهاد الفرحة الكبيرة اللي البارح عشناها كاملين، من خلال الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة جميع 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 الشعوب العربية والإفريقية. البارح كانت معنا، والبارح كلنا كنا كنمثلوا ماشي فقط الشعب المغربي فقط، بل كنا نمثل، وكان المنتخب المغربي يمثل كل الدول العربية والإفريقية. ما أعجبني بالأمس بكل، وهذا بعد يعني واحد الملاحظة دقيقة جدا، وهو أنه خلال التصريحات ديال اللاعبين بعد الفوز، ناهيك عن الفرحة ديالهم وعن السعادة ديالهم داخل الملعب وكل هذه المسائل هذه، لكن التصريحات ديالهم المجموعه من القنوات، لا سيما القناه الرياضيه اللي كانت كتقوم اللي عندها تغطيه مباشره، فاعجبت وادهلت، ليس فقط اعجبت بل ادهلت كثيرا بالطريقه ديال التصريحات ديال اللاعبين المغاربه، بحيث انهم كانوا دوك اللاعبين اللي كيجيو وكيعطيو واحد التصريح هادئ بواحد التواضع قل نظيره، بصراحه قل نظيره في مثل هذه المناسبات. يعني كيف يمكن ان نتصور لاعب وصل ربع نهايه كاس العالم مثل بونو او نصيري او مرابط او حكيمي، مجموعه من اللاعبين اللي عطاو اللي داروا تصريحات، ولكن بواحد الهدوء وبواحد الاحترافيه حتى في التصريحات. وكنظن وهنا اود ان اشير بان نقطه قوه هذا المنتخب اللي كنتوفروا عليه حاليا ليست فقط في التقنيات اللي كيمتازوا بها والمميزات الفنيه والرياضيه، بل حتى النضج الفكري والاحترافية في العقل، وهذا مهم جدا. من بعد هذا يعني عشنا التصريح ديال وليد الركراكي اللي كان تصريح ما كانش كيقل في المستوى ديالو على التصريحات ديال اللاعبين، وكان التصريح ديال وليد الركراكي تصريح مسؤول، تصريح اللي واحد الصحفي، وهنا كنرجع لواحد مجموعه الصحفيين، وربما هذا الصحفي هو صحفي كبير وكيكون مشارك في المجلس ديال واحد سميتو المجلس، كيكونوا تمايا
ربما تحدث بشكل غير مباشر على التغييرات اللي ما توفقش فيها، ماشي ما توفقش فيها، بل ما عطاوهش داكشي اللي كان كيتسنى منهم. وهنا كان كيقصد حمد الله وشديرة. وليس فقط هذا الصحفي، بل هناك مجموعة من الصحفيين، وواحد صحفي أنا بصراحة أشفق عليه كثيرا، لأنه جبد سمية ديال اللاعب شديرة بالاسم، وبدا كيتكلم على شديرة بأن شديرة ما عطاش ما كان ينتظر منه، وغادي يرجعوا ليه وغيكريتيكيه وغيدير له مجموعة ديال الانتقادات، في حين أن الدور اللي قام به البارح شديرة ما كانش ممكن يقوم به لاعب آخر من غير نصيري أو شديرة. إلا كنتو كتعرفوا مزيان في كرة القدم، عاودوا اللقاء وشوفوا الدور اللي قام به شديرة. ربما جاتو 3 الفرص أو فرصتين سانحتين للتسجيل، ما توفقش في التسجيل، فهذه هي الكرة، ما توفقش في التسجيل. حتى هما راهم ما تفوقوش في التسجيل، لأن الكرة لولا العارضة مرة أو مرتين ربما كانوا غيسجلوا علينا هدف. ما نشوفوش غير راسنا حنا، وحنا هنا كنتكلموا على سارابيا اللي الكرة ديالو ضربات في الحديدة وخرجات، وسارابيا لاعب ديال باريس سان جيرمان. شديرة لازال لاعب شاب، اول مره كيحط رجليه داخل كاس العالم وضد اسبانيا، وفي واحد الوقت اللي ماشي وقت عادي. فعلى الصحفيين الله يجازيكم بخير، ملي نبغيو نديروا انتقادات نديروها بشكل موضوعي، ونشوفوا الجانب الايجابي، وعاد ممكن من بعد ممكن توجه مجموعه ديال الانتقادات او مجموعه من التصويبات احسن من كلمه انتقادات. لانه ما قام به شديرة البارح كان قام بالعمل ديالو الدفاعي اكثر ما كان العمل الهجومي. باقي اللاعبين ما يمكنش نتكلم على حتى شي لاعب، لحقاش الوقت ما غيعطينيش باش نتكلم على اللاعبين كاملين، بانهم كلهم كانوا قاموا بادوار بطوليه. الجميع يتحدثوا عن امرابط، يعني هذا الفتى هذا يعني يبقى يعني استثنائي. وهناك صحف اسبانيا اليوم اصبحت تتكلم او تتحدث عن عرض قدمه فريق ليفربول سيقدمه فريق ليفربول لمرابط في الانتقالات الشتويه. نبقى مع الجانب ديال الصحافه اللي سميت انا الصحافه الرياضيه والرقيه الشرعيه، او الصحافه الرياضيه وما عرف شي حاجه ما عندهاش علاقه بالرياضه. هناك من يقول بانني تنبأت، هناك من يقول بانه جاتني رؤيه بان المغرب سيفوز بكأس العالم. الله يجازيكم بخير، كونوا موضوعيين وخليكم ما تحاولوش. انتم راكم النخبه، يعني ملي كتقولوا النخبه يعني ما تحاولوش تكرسوا واحد المجموعه ديال الممارسات اللي حنا في غنى عليها وكنحاربوها، وكنحاولوا باش الشعب يحل الدماغ ديالو، باش الشعب يكون شعب اكثر اكثر تفتح، اكثر منطقي، اكثر شعب اللي كيامن بالعلم. ما نبقاوش نامنوا بشي حوايج اللي نبقاو نمروهم وهما خطابات اللي هما غالطين. من بين المسائل اللي ذكرت البارح بان وليد الركراكي ما خصناش نثيقوا به. وليد الركراكي بانه كيموه، بانه راه مجموعه د اللاعبين اللي كانوا مصابين، ولكن لا، راه ماشي ما كانوش مصابين، راه غير وليد الركراكي بغى يموه لويس انريكي. الصراحه هذا كلام غير مسؤول، بل اللاعبين مساكن كانوا مفروعين بهذا المصطلح ديال كره القدم ودخلوا وتقاتلوا. اشرف حكيمي يعاني من الاصابه، مزراوي يعاني من الاصابه، مرابط يعاني من الاصابه على مستوى الظهر، ودخلوا وتقاتلوا، ومرابط كمل 120 دقيقه. فلهذا ما تحاولش، او باش نتوجه ليه مباشره ما غنتوجه ليش بالاسم، ما تحاولش تكون يعني ذكي اكثر من الجميع.
هذه فرقه هذا منتخب، والصحه ديال اللاعب قبل كل شيء. فلهذا كتحاول تقول شي حوايج باش تخلق داك السبق الصحفي، او تجيب شي حاجه بانها جديده حتى شي واحد ما قالها من غيرك نتايا. ولكن حاول تجيب شي حاجه، ما كاينش مشكل. قول شي حاجه اللي ما عمر شي واحد ما قالها، ولا شي تحليل يكون ما عمر شي واحد ما قالو، ولكن ما تبقاش تجيب الكذب، ما تبقاش توهم المواطنين باشياء ما كيناش. لحقاش البارح راه الفرحه اللي فرح الشعب المغربي راه ما يمكنش تصورها، بانه الناس راهم كانوا محتاجين يخرجوا ويفرحوا هذه الفرحه هذه. فلهذا لا داعي باش نبقاو نعكروا، لحقاش هنا هذه الفرحه هذه ونخسروها بحوايج اللي ما عندهم حتى شي اساس في كره القدم. نقطه اخرى ومهمه حسب رايي المتواضع، ان الكل كلنا بدينا كنحلموا بان هذه الفرصه ربما تقدر ما تجيناش من واحد 40 سنه ولا 30 سنه اخرى ولا 36 سنه ولا 50 سنه. واتوجه الى وليد الركراكي بصراحه، اذا كان كيسمعني عاوتاني كنعاود نقولها مره اخرى، انا وليد الركراكي ما عرفنيش كاع واش كاين ولا ما كاينش، ولكن الى كل من يسمعوني بان عندنا الفرصه تاريخيه باش نوصلوا اضعف الايمان الى نصف النهايه. لي اليقين التام بان منتخب المغرب ضد منتخب بلجيكا، عفوا ضد منتخب البرتغال الذي سيواجهه في دور الربع النهائي، للمغرب كل امكانيات ان يتخطى المنتخب البرتغالي باقل المجهودات اللي بدلها امام اسبانيا، مع الاخذ بعين الاعتبار بان المقابله غتكون نهار السبت، والمجهود اللي قاموا به البارح اللاعبين المغاربه غيطلب منهم وقت كبير ديال لا ريكوبيراسيون باش استرجاع اللياقه البدنيه والطراوه البدنيه. ما غاداش تكون بشيء سهل، وهذا كيعرفوه اللعابه ديال الكره وكل من مارس كره القدم على مستوى عالي، بان الطراوه البدنيه ما غاداش تكون. لكن وليد الركراكي دا 26 لاعب لحدود الساعه، شرك 23 لاعب، بقاو ليه 3 اللعابه ما شاركوش. فبرافو وليد الركراكي مره اخرى، ديتي لعابه اللي غيلعبوا، ما ديتيش لعابه كما هو الحال او لا كما حصل في مجموعه ديال اللقاءات او مجموعه ديال الملتقيات القاريه او الدوليه فيما قبل. وفي الاخير اود ان اختم هذا الفيديو بواحد الكلمه، وهو انه بالامس، وبصراحه انا شخصيا ومعايا العائله الصغيره ديالي، ملي بقيت كنتوصل بواحد الفيديوهات ديال ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهو خارج في شوارع الرباط يشارك الشعب المغربي فرحته، فبكل صراحة ما عنديش يعني العقل ديالي واحد اللحظة وقف. علاش؟ لا سيما انه خارج بتريكو احمر وهاز رايه ومخرج يدو كمواطن مغربي يشارك فرحة المغاربة. فيحيى المغرب ملكا وشعبا، وديما مغرب. وغدا إن شاء الله لنا لقاء لتحليل مقابلة المغرب ضد البرتغال. شكرا، ديما مغرب. وغادي نقولوا للركراكي سير، راه الفرصة هي هذه اللي كاينه ومواتيه للاعب نصف النهايه. سير خويا الركراكي، الله ينصرك.